ورجعنا لكم تاني. المهندس مينا، محل كماليات هيليو كار. بقالنا فترة غايبين عنكم، بس كنا بنجهز لكم حاجة جامدة جدا. النهاردة هنتكلم معاكم عن البوجدة الاف واي تي، وهنعمل مقارنة ما بينها وبين البوجدة التي اس 18 بعد التعديلات اللي اتعملت على الاف واي تي واللي كانت مدية الأفضلية للتي اس 18. فهل التعديلات ديت ظبطت الدنيا ولا لسه التي اس 18 أفضل من الاف واي تي، ولا هل الاتنين دلوقتي يعني يعتبروا زي بعض؟ اول حاجه حابين نتكلم عليها في البوجدة الاف واي تي من التعديلات اللي تمت عليها ان هي كان فيها مشاكل في ربط الاندرويد اوتو مع الشاشه. كان دايما بيبقى ان احنا نربط الابل كار بلاي مع البوجدة الاف واي تي اسهل بكتير من الاندرويد اوتو. يعني كان دايما ان احنا نربط موبايل اندرويد مع الشاشه ويشتغل اندرويد اوتو، كان بيبقى فيه بعض المشاكل. طيب المشكله دي كانت مشكله ايه؟ المشكله دي كانت مشكله في السوفت وير او في طريقه الربط ما بين الموبايل وما بين الشاشه. يعني الموبايلات الاندرويد عامة بتربط الاندرويد اوتو على 2.4G، في حين ان موبايلات الايفون بتربط على ال 5G. طيب دلوقتي ايه اللي حاصل؟ ان كانت البوردة تي اس 18 شغالة بتقلب اوتوماتيك ما بين ال 2.4G وال 5G، فعشان كده ما كانش عندهم المشكلة ديت. التعديل دوت تم على البوردة الاف واي تي وبقت شغالة معانا كويس جدا على الموبايلات الاندرويد ومع الموبايلات الايفون برضه. بقت بتربط عادي على ال 2.4G وبتربط عادي على ال 5G، فما بقاش فيها مشكلة في ان احنا نربط ما بين الموبايل الاندرويد والشاشه او الموبايل الايفون والشاشه. فبقت دلوقتي عادي الاثنين في القصه دي بقوا زي بعض بالظبط، ما بقاش في حد ليه افضليه على حد. تاني حاجه حابين نتكلم عليها هي الاي سي بتاع الصوت او جوده الصوت في البوجدة الاف واي تي. البوجدة الاف واي تي زي اللي موجوده مثلا في الوينكا، في الاس كي فيجن، في الانجوينج، الجهاز اللي هو ال 4 جي. البوجدة دي عليها اي سي صوت حلو جدا وصوته مميز قوي، وعليه درجه تنغيم بتخلي الصوت بتاعه جميل. ده غير ان هم برضو حاطين زي اعدادات جاهزه للصوت او بريسيتس بتدي لك خارج صوت قوي جدا، ما فيهاش تعقيدات وما فيهاش ضبط كتير، فبتخليك ان انت تاخد احسن اداء للصوت حتى لو انت مش حد بروفيشنال قوي في حته ضبط الصوت. فبتسمع صوت حلو جدا من الجهاز وبتاخد منه اداء حلو جدا، بيخليك تبقى مبسوط من الجهاز. دي حاجة بالنسبة للصوت. بالنسبة للحاجة التانية برضو ان هو اتعمل شوية تعديلات كده برضو بتخليك انت تتحكم في السماعات الامامية لوحدها والخلفيه لوحدها. دي برضو حاجه بتخليك انت ايه تقدر تفتح بيس، تريبل، الكلام ده كل السماعات الاماميه لوحدها، الخلفيه لوحدها، كل الكلام دوت بيخليك تاخد احسن اداء للصوت. حتى لو انت مثلا عندك سماعات اماميه ضعيفه شويه، الخلفيه احسن منها، فبنبتدي نحمل عليها شويه اكتر. الكلام ده كله بيظبط معانا الاداء جدا ويخلينا ناخد اداء ممتاز من خارج الصوت بتاع الجهاز البوجدة الاف واي تي. تالت حاجة برضو الجهاز البوجدة الاف واي تي ال 4 جي بيبقى عليه بروسيسور اوكتا كور 1.6 جيجا هرتز، او بيبقى فيه في بعض البرد الرامات العالية شوية زي ال 6 جيجا رام وال 8 جيجا رام البروسيسور بتاعها بيبقى 2 جيجا هرتز، ده بيبقى سريع جدا، وفي بعض الاجهزة بيوصل ل 2.7. فدوت بيدينا افضلية حلوة قوي لسرعة الجهاز، بيخليك تحس ان الجهاز سريع جدا ومفيهوش اي لاج، مفيش اي تقطيع. الجهاز مميز جدا معاك، التاتش بتاعه الريسبونس بتاعه حلو جدا، نقاء الصورة ممتاز جدا عشان البروسيسور ده بتقدر تحمل معاه كارت الصورة بتاعه ممتاز، صورة فول اتش دي. جهاز حلو جدا. زي ما حملنا كارت صوت محترم مع البروسيسور دوت، فبنقدر نحمل معاه كارت صورة حلو جدا. نيجي بقى نتكلم عن حتة السيم كارد او الكارت ال 4 جي اللي بيركب في الجهاز. طيب البوردة الاف واي تي في منها موديلات بيركب لها كارت 4 جي. كارت ال 4 جي دوت او السيم كارد ال 4 جي اللي بيركب على البوردة الاف واي تي ده بيبقى كل وظيفته ان هو يدي داتا للجهاز، علشان لما نيجي نشغل اي ابلكيشن محتاج داتا مثلا زي اليوتيوب زي الواتساب زي الفيسبوك نفتحهم من على الجهاز نفسه، ما نحتاجش ان احنا نفتح الشاشة هوت سبوت من الموبايل. طب ايه الاستفادة من كده؟ الاستفاده من كده ان انا هنا لما باجي افتح هوت سبوت للشاشه من الموبايل بضطر ان انا غصب عني بفصل اندرويد اوتو او الابل كار بلاي، ما ينفعش ان انا اشغل الاثنين مع بعض. يعني يا اما الجهاز يشتغل اندرويد اوتو وابل كار بلاي، يا اما نفتح له 4 جي، ما ينفعش الاثنين يشتغلوا مع بعض. لكن شريحه الداتا لما بتركب بتخليني ان انا اشغل عادي الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو يبقوا شغالين، وفي نفس الوقت الشاشه فيها داتا بشكل مستمر، فتقدر ان انت تفتح اي تطبيق انت عايزه من عليها. طيب كان في ناس بتتكلم في حته ان احنا ممكن نعمل مكالمات من على الشاشه. هو بص للاسف البوردة الاف واي تي ما فيهاش الاوبشن دوت، الوحيد اللي فيه الاوبشن دوت هي البوردة التي اس 18. البوردة التي اس 18 ممكن نعمل عليها مكالمات ونستقبل عليها مكالمات، والكارت ال 4 جي ممكن نقبل يعني نفتح من عليه داتا عادي. لكن بالنسبه للاجهزه الاف واي تي بتبقى الكارت دوت شغال 4 جي بس، ولا بيستقبل مكالمات ولا بيتعمل منه مكالمات.
وفي النهايه لو جينا نعمل مقارنه سريعه ما بين البورده الاف اي تي وما بين البورده التي اس 18 هنلاقي ان كل واحده فيهم تتفوق على الثانيه في حاجات معينه. يعني مثلا عندنا البورده التي اس 18 بتتفوق ان كارت الفور جي اللي بيركب عليها ممكن نعمل منه مكالمات ونستقبل منه مكالمات غير ان احنا نفتح منه داتا بس. لكن البورده الاف اي تي ممكن نقول انها بتتفوق عليها في حته ان خارج الصوت بتاعها نقي وقوي ومميز جدا، والبريسيتس بتاعته مديه افضليه للبورده دي عن التي اس 18 في حته ان احنا مفيش تعقيدات كتير قوي في ضبط الصوت وبناخد منها اداء حلو جدا، ودرجه التنغيم بتاعتها اللي على الصوت برضو بتدينا اداء مميز قوي عن البورده التي اس 18 سنه. وبكده نقدر نقول ان احنا خلصنا حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن البورده الاف اي تي والتي اس 18 وعملنا مقارنه ما بينهم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب عشان الناس كلها تستفاد والمعلومه توصل لاكبر عدد من الناس. شكرا ليكم، كان معاكم المهندس مينا من محل هيليو كار لكماليات السيارات.